السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في القناة في فيديو جديد ووصفة جديدة. تنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية وانتم تتشاهدوه. بالنسبة اليوم غنعطيكم جوج في واحد، جوج ديال الاقتراحات ديال القوالب ديال لي كيش. القوالب اللي تيخلعوا بزاف ديال الناس ما تصدقوش، تيهبطوا في الطياب او لا تيتقلص الحجم ديالهم. غنعطيهم لكم باسهل طريقة، بواحد الطريقة اللي أنا متأكدة غتعجبكم وغتعتمدوها حياتكم كاملة. ديال المالح وديال الحلو، ضربوا عصفورين بحجرة وحدة، خدموهم وانتم مرتاحين. فهاد الوصفة هادي صيبوها بكمية كبيرة وتقدروا تحتفظوا بها، فغتنفعكم طيلة شهر رمضان او لا حتى بلا رمضان بالنسبة للسيدات اللي تخدموا لي كوموند. فبالنسبة للعجينة ديال المالح، فاستعملت فيه هنا 3 الكيسان ديال الطحين الفورص. اختاروا شي نوعيه اللي تكون زوينه ديال الحلوى. زدت عليها هنا 2 المعالق كبار عامرين مزيان، ما يعادل 125 غرام. نص علبه فيها 250 غرام. فاستعملوا الزبده تكون بارده من الثلاجه. بالنسبه للمنسمات درت هنا الزعتر، وغادي ندير حتى الثومه بودره. الا كانت حتى البصله المجففه حتى هي زيدوها، ومعلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال العسل اولا ديال السكر. فهادو غير باش يتحمروا وياخذوا لينا داك اللون الذهبي. المنسمات زيدوا اي حاجه تتعجبكم وتتفضلوها. فهنا غادي نبدا نعجن في هاد لاباط بغيزيل. صافي تنبدا هكا، ماشي غير تنبسبسوها وصافي، صافي تنبداو هنا نجمعوا في العجينه بهذيك الزبده. فهنا راه ما تنحتاجوش ولو قطره ماء، ما تنزيدوهاش. فراه ديك الزبده كافيه. بعد ما تندخل اولا تنلبس داك الطحين بديك الزبده، تنزيد هنا حبه وحده ديال البيض اللي كانت متوسطه في الحجم. بالنسبه للبيض فراه تيبقى تاني على حسب الحجم ديال كل سيده. هذه راها كانت متوسطه، فإلا كانت صغيره فراه ضروري غتحتاج واحد المعالقه هكا ديال الماء. زيدوها باش تجمع لكم العجينه. في حاله الا ما تجمعاتش عاوتاني تيبقى على حساب الطحين ديال اي وحده واش يتشرب ولا لا، والحجم ديال البيض كذلك. صافي هنا غير لميتها، ما تندلكوهاش، تنجمعوها هكا. صافي راه تتكون هكا بهذا الشكل، ماشي قاصحه بزاف وفي نفس الوقت راه ما تتكونش تلصق. درتها هنا في واحد البلاستيكه وغادي نخليها ترتاح في الثلاجه اولا في الفريغو على حسب اللي بغيتو. خليوها على الاقل 10 ديال الدقائق، ربع ساعه، نص ساعه، اولا حتى ليله كامله، شحال ما كان ديال الوقت وخليتوها ترتاح فراه تكون طايعه والنتيجه احسن. بالنسبه للقوالب فغندير في القوالب السامبل وحتى في القوالب ديال المول العجيب، حتى هما غادي نستعملهم، راه النتيجه تتكون وحده. فهنا دزت قطعت ديك العجينه بهذا الشكل هذا بعد ما بردات. شوفوا في الوسط كيفاش دايره. فهنا راه كيف تتبان لكم راها غير مجموعه ماشي مدلوكه. المهم راها تعطي الطوع من بعد. هنا فاش قسمتها تناخذ كل قطعه وتنحاول هكا نسرحها بالنسبه للسمك ديالها. شوفوا كيفاش داير عن قرب، فراه ما تيكونش غليظ بزاف وفي نفس الوقت اولا رقيق. الا خفتوا منها هكا تقلص لكم فراكم تقدروا ديروا غير شيشه قليله ديال الخميره ديال الحلوى. فانا استغنيت عليها هنا ما درتهاش، حيت غادي ندير ليهم واحد الحيله اللي ما غاديش يهبطوا مازال في الطياب. صافي هنا تنحاول نلبس دوك القوالب اولا سرحوا ديك العجينه كامله ومن بعد قطعوا بهذوك القوالب. وتنظن هذيك الطريقه غتكون سهل. انا مولفه تندير هكا، صافي داكشي علاش خدمتها معكم هكا. هنا صافي تنحيد دوك الزوائد وتنبدا هكا نقاد فيها. المهم ديك العجينه حتى تشد الفورمه ديال القالب. تنبقاو نتبسوا فيها هكا بصباعنا حتى في الجناب في الوسط تنقادو فيها الا كانت شي بلاصه مازال غليظه. المهم كيف قلت لكم راه العجينه ما خاصهاش تكون غليظه بزاف، وتنتبعها كلها بنفس الطريقه. بالنسبه لهاد العجينه هذه فرا تتلوح ليا 15 حبه من هاد القوالب هادو. الحجم ديالهم راه متوسط. هنا فساليتهم كلهم، ضروري ما تنتقبوهم مزيان مزيان في الجناب في الوسط. المهم تندوروا عليهم كلهم وحيده وحيده وتنديروا فيهم تقيبات. فهنا تنعاود نرجعهم هنا للفريغو وتنخليهم على الاقل 20 دقيقه نص ساعه حتى ندوز نطيبهم. بالنسبه للطريقه ديال الطياب فشعلت هنا الفران في الفوق وفي التحت على 180 درجه ودرتهم هكا في الفران وكحيله باش ما يتنفخوش او لا ما يتقلصش الحجم ديالهم. فدرت فيهم هنا اللوبيا. بالنسبه لهاد اللوبيا هذه انا راه مخليها خصيصا على هاد القوالب ديال لي كيش.
صافي ما تنعاودش مازال نستعملها، اولا ديروا حتى الحمص. المهم تقدروا ديروا اي نوعيه ديال الحبوب ولا القطاني متوفره لكم، فراها ما تتخسر في الطياب ما حتى شي حاجه. بحال اللوبيا هكا راه تقدروا مازال تعاودوا تفزقوها وطيبوها، ما فيها حتى شي مشكل. اولا حتى الحبوب الاخرين، حيتاش ما تيطيبوش بزاف وما تيخسرش ليهم المذاق ديالهم في الطياب هكا في الفران. هنا خليتهم صافي حتى ذهبوا في الوجه وفي التحت. المهم هكا مره تقلبوهم وتتشوفوهم صافي. هنا فرغتهم وشوفوا الشكل ديالهم كيفاش يجي، فراه تيجيو تبارك الله زوينين من داك الشيء. صافي هنا تقدروا تحتفظوا بهم في الفريغو الوقت اللي بغيتو هكا تجبدوهم. صافي غير تجبدوهم تتعمروهم بشنو بغيتو وتتعاودوا مازال طيبوهم، اولا تنقولوا غير تحمروهم في الوجه صافي وراهم تيكونوا واجدين. راه الطريقه زوينه بزاف صراحه، عمليه تتساعدني بزاف بزاف. هكا تنصايب كميه كبيره وتنخليها في الفريغو وتنرتاح منهم. الا بغيتو حتى لاباراي كيش او الحشوه باش عمرت هادو، فغنخليهم لكم في صندوق الوصف، غنخلي لكم الفيديو حتى تشوفوه وتجربوها. راه تتجي ناجحه معلكه ما تشبعوش منهم، واهم شي تيجيو بنان ولذاذ بزاف. وبالنسبه للحلوين الا ما بغيتوش تخدموا بهاد الطريقه اللي غنعطيكم دابا، فتقدروا تخدموهم بنفس الطريقه الاولى، فقط غير ما تزيدوش المنسمات. فعاود دوك المنسمات ديال الثومه البصله زيدوا غير الفاني او لا شي نكهه تعجبكم. فهنا بالنسبه لهاد الطريقه درت فيها 125 غرام ديال الزبده، كاس ديال سكر سنيده، 2 المعالق ديال الزيت، وحبه وحده ديال البيض. كلشي كان بارد من الثلاجه. فهنا خدمت ديك الزبده مزيان مع داك البيض والزيت، عاد زدت عليها جوج ديال الاكياس ديال السكر الفاني، وكي قلت لكم نسموا باي حاجه تتعجبكم. فهنا خلطت ديك الزبده مزيان حتى ذوبتها بين يدي. صافي هنا عاد بديت ندخل عليها في الطحين. بالنسبه للطحين فتنبقاو نزيدو غير شويه وتنجمعوا غير بالاطراف ديال الاصابع. فهنا حتى دخلت الكميه الكافيه ديال الطحين. هنا ما عبرت الصراحه بالضبط، بقيت غير تنجمع باطراف ديال الاصابع. المهم حتى تجمعات بحال العجينه ديال الصابي هكاك، فراه ما تدلكش، غير تلموها صافي بهذا الشكل هذا. غادي نغلفها وغادي نديرها حتى هي في الثلاجه، وغادي نخليها ترتاح نص ساعه ساعه. المهم كيف قلت لكم شحال ما خليتوها شحال ما مزيان. هنا فاش ارتاحت وخدات الوقت الكافي ديالها، صافي هنا غادي ندوز نقسمها بنفس الطريقه باش خدمت الاولى. فراه ما كاينش فرق اللي هو كبير، نفس الطريقه. اول حاجه تندير فتنسرح ديك العجينه على واحد البلاستيكه هكا غير باش نتفادى ما تلصقش ليا في سطح العمل، وفاش نجي نبغي نهزها تمحني. المهم هكا تنطلقها. فبالنسبه لهذه فما خصهاش تكون رقيقه بزاف باش هكا تستحمل ديك الحشوه اللي تنديروا فيها، سواء ديال الكريمه سواء اي حاجه درتو فيها تتستحملها وما تيترخاوش وما تيوليوش بحال الا رطبين. صافي تيبقاو مقرمشين، ديك الطبقه ديال البسكوي ديالهم تتبقى مقرمشه. المهم شوفوا السمك ديالها كيفاش داير. بالنسبه للقوالب فرشيت عليهم غير بشويه ديال الطحين وقلبت عليهم ديك العجينه صافي، وغادي نبدا هكا نقاد فيهم. المهم تنحاول نثبتهم مزيان مزيان حتى يشدوا الفورمه ديال القالب بهذا الشكل هذا. كيف قلت لكم راه بنفس الطريقه ديال الاولين، راه ما كاينش فرق نهائيا. راه تخدموا كميه كبيره بكل سهوله. فهاد الطريقه هذه راه عمليه، وكيف قلت لكم راه تقدروا تحتفظوا بهم حتى في الفريغو، يعني بلا ما تعمروهم، غير هكا تتجمعوهم بالسلوفان وتتخليهم في الفريغو. والوقت اللي بغيتوهم تتجبدوا سواء المالحين او الحلوين تتعمروا بالحشوه اللي بغيتو، وراه تيبقاو بنان ومقرمشين كيف ما يلاه صايبتوهم. فانا هنا عمرت النص بالكريم باتيسير والنص الثاني عمرته بالكريمه ديال الفريز، ودرت ليهم في الوجه شويه ديال الفريز، الميرتيل، التوت، الكيوي، اي حاجه متوفره لكم فتقدروا تزيدوها. يعني اللي كان عمرو به فراه تيجيو بنان بزاف. راه اهم شي في هذا الشيء كله هو القوالب اللي ناجحين 100%، ولو تكون اول تجربه غيصدقوا لكم. وطبعا اي حاجه بغيتوها تصدق لكم فضروري ما ديروا بعين الاعتبار النصائح اللي تنخلي لكم في الفيديو اولا النقط اللي تنطرق لكم ليها.
باش هكا الوصفة تصدق ليكم تمامًا كيف ما هادي أو حسن بزاف. صافي هنا داكشي اللي باغا نديرو في الفريغو، فهنا غلفتهم بالسلوفان أولا ديروهم هكا في شي بواطة اللي تكون محكمة الإغلاق صافي، وتديروهم في الفريغو الوقت اللي بغيتوهم، فتجبدوهم وتتعاودوا تعمروهم باش ما بغيتو، وتطيبوهم فراه تيبقاو بنان، ما تيوقع ليهم حتى شي حاجة ومقرمشين، ما تيكونش فرق ما بين هادو اللي تيكونوا في الفريغو أولا اللي عاد واجدين. وتتكون هذه هي الوصفة ديالة اليوم أولا الوصفات ديال اليوم. إلا عجبوكم كالعادة ما تبخلوش عليا من آرائكم، تعليقاتكم، تشجيعاتكم. إلا كنتو أول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم وألف مرحبا بكم. ما تنساوش تشتركوا إلا كنتو جداد وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وبالنسبة للمقادير فغنخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف ديال الحلوين وكذلك حتى المالحين، حتى تاخذوهم وتجربوا الوصفة. بسلامة عليكم، خليتكم على خير.